هو واحد من جيل العظماء، واحد من فرسان الكوميديا في مصر. النهاردة هحكي لكم عن صندوق أسرار الفنان سيد زيان من البداية للنهاية، وليه ترك الطيران من أجل الفن، وإزاي بدأ حياته المرضية اللي أثرت على حياته. هحكي لكم عن أولاده اللي عملوه فيه بسبب التركة وهو على قيد الحياة. خليكم معايا لآخر الفيديو. اسمه السيد زيان عطية سلام، من مواليد 1944. والده كان صعيدي من أسيوط، كان من أسرة بسيطة. والدته كانت ست مكافحة اسمها أمينة سليمان محمود من كفر الشيخ. والده كان عايز يطلعه مقرئ علشان كان صوت سيد زيان صوته جميل. والده دخله الكتاب وهو عنده 6 سنين. قعد في الكتاب لما وصل عمره 8 سنين، حفظ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة. بس والدته كانت عايزة تدخله المدرسة، وفي نفس الوقت والده عاوز يدخله المعهد الأزهري علشان يطلع مقرئ. لكن والدته قدمت له في المدرسة وقالت ابن شاطر وبيعرف يقرأ ويكتب وحافظ أجزاء من القرآن. وفي المدرسة التحق بفرقة التمثيل الموجودة في المدرسة، لكن والده عرف ورفض وعرضه. والدته كانت هي اللي دايما دعماه من ورا والده. وتمر الأيام وانتهى من دراسة الإعدادية، دخل مدرسة ميكانيكا طيران. ووالده كان فرحان جدا وقال ابني هيتخرج من المدرسة وهيبقى مهندس. لكن سيد زيان كان كل اللي في دماغه التمثيل، فاتخرج من المدرسة وبعد كده دخل معهد وتعين في القوات المسلحة، وكان بيمثل على المسرح العسكري، وكان قبضه 25 جنيه. وهو كان ساكن في القاهرة في حلمية الزيتون قريب من الفرقة المسرحية. ووالده كان زعلان منه علشان تصرفاته، وفي يوم من الأيام والده ضربه علقة بالعصاية، وأمه كانت زعلانة وبتعيط. سيد زيان كان دايما بيسمع فرقة ساعة لقلبك وبيقعد يقلدهم، وهو في سنة 1958 أخد جايزة أحسن ممثل هاوي في الجمهورية مصر العربية، وكان عمره 15 سنة قبل ما يتخرج. وعمل مسرحيات مع فرقة الهواة. وفي يوم شافه المخرج نور الدمرداش فأعجب بسيد زيان وجابه عمل دور شويش، ومن ضمن المتفرجين كان فؤاد المهندس والمنتج سمير خفاجة. كان سيد زيان معجب بفؤاد المهندس وهو مثله الأعلى في التمثيل. فؤاد المهندس راح لسيد زيان وقال له بكرة تجيلي في فرقة الفنانين المتحدين، واداله دور في مسرحية سيدة الجميلة. ومن هنا انطلق سيد زيان واتعرف. أما في السينما والتلفزيون كان أعماله قليلة. وفي يوم من الأيام كان ماشي مع والده، وكان عامل حاجة اسمها عماشة عكاشة، وأول إما شافوه الناس اتلفت حواليه والكل عايز يسلم عليه. أبوه شاف الكل، الناس ملمومة على سيد زيان، الكل عايز ياخد معاه صورة. غير فكرته، حس إنه فخور بابنه وقال حب الناس أهم من الفلوس. فرح سيد زيان إن والده غير فكرته عنه وعمل أفلام منها العتبة جزال، وفيلم الحرامي مع فريد شوقي، فيلم العنيد، وشارك في مدرسة المشاغبين سيدات وأنسات. عمل مسرحية قصة حي غربي مع عادل إمام وسعيد صالح. برع في الكوميديا وبرع كمان في التراجيدي أيضا، زي فيلم أبناء الصمت. من أعماله التلفزيونية مسلسل حصاد الشر مع حسين فهمي وعفاف شعيب، مسلسل الراية البيضاء، مسلسل العيلة مع الفنان محمود مرسي. وعمل أفلام في الثمانينات منها فيلم وكالة البلح، السكاكيني، قلب الليل، أشقياء. وأهم أدواره فيلم المتسول مع الفنان الكبير عادل إمام. وبرغم ما خدش ولا بطولة مطلقة في السينما ولا في التلفزيون، لكن كان نجم شباك على المسرح، ومسرحياته دايما كان مكتوب عليها كاملة العدد. عمل الفهلوي وأبو زيد والباراشوت والعسكري الأخضر، الترباس، وغيرها من المسرحيات. وكانت مسرحياته مكسرة الدنيا لدرجة إن كان بينافس مسرحيات عادل إمام سمير غانم، وهو اللي طلع محمد هنيدي وشاركوا في كذا مسرحية زي مسرحية العسكري الأخضر. استفاد محمد هنيدي منه كتير.
وبالنسبة لحياته الشخصية هو كان متجوز مرة واحدة من خارج الوسط الفني، اتجوز وهو عمره 17 سنة، ومراته كانت عندها 15 سنة. مراته كانت شديدة الجمال، وفي مخرجين عرضوا عليها إنها تمثل، وسيد زيان رفض. أنجب منها 5 بنات وولدين، وقبل وفاته كان عنده 17 حفيد. كان ملتزم في تربية أولاده، ورفض تماما دخول حد من أولاده الوسط الفني، وكان حريص إن أولاده يحفظوا القرآن الكريم ويصلوا، واللي ما كانش بيصلي كان بيحرمه من المصروف لمدة أسبوع. اشترى سيد زيان قطعة أرض وبنى عليها عمارة في شارع البحر الأعظم في الجيزة على النيل، اسمها عمارة سيد زيان، وادى كل واحد من أولاده وبناته شقة وباع الباقي. وكان هو ساكن برضه، كان عايز يعمل حاجة لولاده لأنه عارف إن مهنة التمثيل مش مضمونة. كان يمتلك مزرعة أكتر من 25 فدان فيها فيلا واستراحة، وكان دايما بيحب يروح هناك وبيحب يشتغل في الأرض بإيده. تعب سيد زيان وقعد 10 سنين ما بيشتغلش، وفي سنة 2003 أصيب الفنان سيد زيان بجلطة في المخ أدت لشلل نصفي، فقعد فترة كبيرة جدا في المستشفيات. سافر يتعالج في ألمانيا، كان فاقد النطق والحركة حوالي 12 سنة، لكن قبل وفاته بفترة اتمثل بالشفاء وتحسن. وفي سنة 2005 الصحف والمجلات كتبت إن أولاد سيد زيان وقعوا ببعض واتخانقوا مع بعض بسبب التركة بتاعت أبوهم، وابنه محمد ما كانش عايز يدي لإخواته البنات حقهم في التركة لأن كان هو اللي كان بيدير ثروة والده. فأولاده رفع على أبوهم سيد زيان وهو في عز مرضه قضية حجر، وهو اتعرض للصمت. لكن بنت أمان في لقاء تلفزيوني سألوها وقالت الكلام ده ما حصلش، ولا اتكلمنا في التركة ولا الورث ولا في أي حاجة من الكلام ده. معرفش الناس جابت الكلام ده منين. الكلام ده يسيء لوالدنا ويسيء لينا، والدنا تعبان وهنتكلم فيه الكلام ده. الفنان سيد زيان اشترى له مدفن، الكلام ده قبل ما يتعب بفترة، وكان معاه صديقه الفنان عبد الله فرغلي، وكان المدفن عزت العلايلي والسيد مكاوي وعبد الله فرغلي. قال لعبد الله فرغلي انا هعمل بروف، رد عليه عبد الله فرغلي وقال له انت مجنون. رد عليه سيد زيان وقال له ده مسوانا الاخير، وكده كده انا جاي انا جاي. نام في القبر فعلا وقفل عليه الباب وقال ما كنتش شايف ايدي، وفي دقيقة واحدة افتكرت شريط حياته كله بيدور قدامي، سفر في أمريكا وسفر في باريس وسفر في لندن وسفر في أمريكا. كان في أيامه الأخيرة بيحضر دروس دينية في أحد المساجد، وكان بيروح البيت يقرأ القرآن. وفي 2016 اشتد عليه المرض، راح السعودية وكان أمير سعودي بيساعده في العلاج حبا فيه، لكن حالته ساءت أكتر. وفي يوم 13 إبريل 2016 توفي الفنان الكبير سيد زيان عن عمر 72 سنة. رحم الله الفنان سيد زيان، ادعوا له بالرحمة والمغفرة.